ورحمه الله وبركاته. تعالى هقول لك على افضل طريقه تشغل بيها ببجي على 120 فريم وعلى 90 فريم وبابسط طريقه واسهل طريقه وبالتفصيل كمان. بس قبل ما نبتدي الشرح يا ريت نعمل لايك واشتراك في القناه عشان ما يفوتكش كل جديد. دلوقتي هنشوف الاعدادات بتاعت البابجي قبل ما نعمل الفكرة اللي احنا بنقول عليها، اللي هي بتاعت ازاي نخلي بابجي تشتغل على 120 و90 فريم بسهولة وبساطة. بس اهم حاجة يا جماعة الفيديو ده نمشي عليه خطوات بالراحة وخطوات تفصيلية. انا همشيكم خطوات تفصيلية، ما ينفعش نسرع الفيديو لان في مشاكل هتواجهنا. انا بقول طريقة حلها، فيا ريت يا جماعة ما ينفعش نسرع الفيديو، نمشي خطوة خطوة مع بعض. تمام. اول حاجة نحتاج 3 برامج. الترموكس اللي هو ده، هندخل على متجر بلاي وننزله. تمام. وبعد ما يخلص تنزيل هنختار البرنامج التاني اللي هو شيزوكو، والتالت اللي هو اف بي اس 90 فريم. تمام كده هنمشي التلاتة مع بعض. يعني انا ماشي معاكم خطوة خطوة، مش راضي استعجل الخطوات علشان اي مشكلة تواجهنا نقدر نحلها وببساطة وبيسر. بس ما تنسوناش يا جماعة، يا ريت اشتراك في القناة ولايك للفيديو عشان خاطر والله بجد تعبت فيه. يعني في مشاكل كتيرة هتلاقيها لقيت لك حلها بالظبط جبته ازاي. يعني حلها تعبت فيه، حل مش كان موجود على النت، لا انا يعني بحثته لغاية ما وصلت له. ده برنامج زوكو برضو هنعمل له تثبيت. تمام. مش هنعمل فتح لأي برنامج يا جماعة، احنا هنعمل تثبيت بس للثلاث برامج دول. بعد كده برنامج 190 فريم، بس نخلي بالنا اللي هو فيرجن 3.7 يا جماعة. خلي بالكم لأن في فيرجنات قديمة لازم يكون فيرجن 3.7، لأن احنا عايزين آخر فيرجن هو اللي هيشتغل معنا، قبل كده مش هيشتغل معنا. كده خلاص احنا نزلنا 3 تطبيقات المهمين بالنسبة لنا، اللي هم تطبيق درموكس وشيزوكو و90 فريم. تمام كده. احنا ما فتحناش اي حاجه دلوقتي لغايه دلوقتي ولا تطبيق فتحناه. هنفتح اول حاجه اللي هو تطبيق ترموكس ده، هنفتحه ونديله سماح، بس مش هنعمل اكتر من كده دلوقتي. تمام. وهنقفله تاني، هنديله سماح بالاشعارات بس مش عايزين اكتر من كده منه تاني ترموكس. نقفله. بس بعد كده نروح بقى لحاجه اسمها تفعيل خيارات المطور على حسب نوع جهازك، بس اهم حاجه توصل للاعدادات، وبعد كده هتوصل لحاجه اسمها الاصدار بتاع الاندرويد بتاعك، وتدوس على رقم الاصدار اكتر من مره لحد ما يفعل معاك خيارات المطور. يعني هنا انا عندي الجهاز بتاعي اوفو، فدوسنا على رقم على الاصدار ثم رقم الاصدار وقعدنا ندوس لغايه ما بيقول لي ايه، انت دلوقتي مطور. خلاص انت مطور، انت دلوقتي مطور. هنرجع هنشوف خيارات المطور، ممكن نعمل عليها بحث لو ما لقيناهاش. تمام. لان خيارات المتطور هنا على فكره يا جماعه اخفى ده، لانه عشان خاطر سجل باسورد، فاحنا خفينا حته ادخال الباسورد. تمام. هندور على خيارات المطور هنا في الجهاز عندي، هنا هلاقيه مش في امكانيه الوصول، لا في النظام والتحديثات هلاقي خيارات المطور دي. اهم حاجه لازم نفعل كم حاجه منها. هندخل عليها وننزل تحت لغايه اخطاء اليو سي بي هنعمل لها تفعيل، وهننزل تحت تصحيح اخطاء اللاسلكي، لا فوق شويه اللي هي اخطاء تصحيح الاخطاء اللاسلكي، ونعلم على المربع ده وندوس سماح. كده ده احنا اللي عايزينه مؤقتا من خيارات المطور. هنطلع هنشغل برنامج شيزوكو، هنمشي خطوه خطوه. هنعمل اقتران وهنعمل له السماح بالاشعارات زي ما احنا كده شايفين بالظبط، وهنرجع خطوه عشان نقترن. دلوقتي هنقترن بالشيزوكو. كان البحث عن خدمة اقتران، هدخل بقى على خيارات المطور، وهختار هنا ايه، اقران الجهاز باستخدام رمز الاقران. هنا جاب لي رمز الاقران، وهنا فوق تم العثور على خدمة الاقتران. ادوس كده وادخل الكود بتاع الاقتران بس مش اكتر. 640456.
بس كده هنرجع كده. الاقتران تم في الشيزوكو. كده الاقتران تم في برنامج الشيزوكو. بس خلي بالكم يا جماعة، نبص كده في حاجة هنا، رسالة هتظهر. هندوس البدء. خلاص احنا كده عملنا اقتران، وهندوس البدء في برنامج الشيزوكو. خلي بالكم من الرسالة اللي جاية دي. شايفين الرسالة دي؟ احنا دلوقتي هنهملها، بس هنرجع لها تاني، لان انا عاوز اوريك الخطأ اللي عملته الرسالة دي وازاي حلنا. دي مهمة، مشكلة مهمة كبيرة جدا، ناس كتيرة اتغاضت عنها، بس انا هوريك ازاي حلها، وان شاء الله بطريقة سهلة وبسيطة، وبطريقة مقترحة كمان من البرنامج نفسه. يعني انا ما الفتش الطريقة، بس دورت وتعبت لغاية ما اكتشفت الطريقة دي. دلوقتي بقى هنفتح برنامج 90 فريم، وهوريكم المشكلة اللي حصلت وازاي عالجناها. هنقول نستخدم البرنامج شيزوكو. شايفين بقى، هي الرسالة هي دي المشكلة. الرسالة اللي هي ADB. تمام. من المحتمل جدا ان تكون الشركة المصنعة قد حددت جائزة دي ADB. هي المشكلة دي، وهتلاقي ناس كتيرة عدتها وناس كتيرة ما عرفتش. نرجع للرسالة اللي احنا قلنا عليها، الرسالة الحمراء، وندوس عليها. هنا بقى جايب لك طريقة حلها لكل نوع موبايل، يعني الشاومي اهو، والاوبو والون بلس. وبعد كده هتلاقي كمان جايب لك لكل انواع الموبايلات. يعني الشاومي ليها طريقه معينه، الشاومي والبوكو لهم طريقه معينه. اللي هو الكرل اللي هو الكلر او اس، اللي هو النظام كلر او اس اللي هو خاص باوبو وان بلس، دول ليهم طريقه معينه. وباقي بكل الاجهزه اللي هي ليه الطريقه دي. كل واحد يشوف الجهاز بتاعه ايه عشان نحل الطريقه دي. والطريقه دي سهله جدا، يعني كل واحده بتفعل خيار او تفصل خيار. فهنا في الاوبو، انا الجهاز بتاعي اوبو، فهلاقي ان هو مطلوب مني ان انا افعل خيار اللي هو الغاء الحمايه، او الغاء التاكد من المصادر. هنشوفها دلوقتي مع بعض. انا شفت الخيار بتاعي ده، بس المشكله مش لاقيه. فعملت بحث عندي هنا اهو، تعطيل مراقبه الاذن. تمام، هو ده اللي انا عايزه في خيارات المطور. دخلت عليه وعملت له تعطيل. بس كده. هي دي الرساله دي اللي كان موضوعها تافه جدا، بس نعرف ازاي تتحل، اهم حاجه بس مش اكتر. يعني على حسب نوع جهازك تحلها. بس كده احنا حلينا المشكله. كده نرجع لبرنامج 90 فريم. تمام، ونفعل خيارات ايه ونفعل خيار اللي هو اللوك 120 فريم. خلاص كده الرسالة مش جاتش يا جماعة زي ما انتم شايفين. طب هنفعل خيار اللوك 120 فريم. بعد كده نستنى شوية، هيجي اعلان نقفله. بعد كده هندوس ايه، لود جيم. خلاص كده هنفتح، هنلاقي اللعبة معانا اشتغلت على نظام 120 فريم، وبسلاسة جدا وببساطة، على حسب. بس في إصدارات هتحمل 90 فريم و120 فريم، وحتى لو ما ظهرتش عندك هتحس بسهولة وسلاسة شديدة جدا في اللعبة يا جماعة. والله معلش الفيديو ده تعبت فيه جدا. يا ريت يا جماعة اشتراك ولايك في القناة ضروري جدا. دمتم في أمان الله.